وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. يلا نبدأ موضوعنا. الواحد فينا بيشتغل طول عمره ويعيش عشان يكون ثروة أو يكون محظوظ ويورثها، لكن في المقال ده هنتكلم عن أغنى حيوانات أليفة في العالم. والله أغنى حيوانات أليفة، وده مقالة نشرتها مجلة التايم الأمريكية عشان تنكد علينا، وبما إني مش طبيعي من ساعة ما قريتها فحبيت أنقل المعلومة. في المركز الأول معانا الكلب جانثر أسد. طبعا إني قلت عليه كلب بس هي دي الحقيقة، ثروة حضرته الشخصية تقدر ب227 مليون دولار، ورثها عن الكونتيسة النمساوية كارلوتا ليبنستين بعد وفاته. ومن بين ممتلكات هذا الكلب القصر الذي سكنته مادونا في ميامي وفيلات في إيطاليا وجزر البهاما، بالإضافة إلى العديد من المنتجعات. ولو سمحتم محدش يسألنا ورثها إزاي، أكيد كتبتها له قبل ما تموت عشان ما يتبهدلش فشلها ويتحكم فيه إلى يسوى وإلى مسواش. وأحب أقول لكم إن فيه جيش من الموظفين بيدير أعماله. ومعانا في المركز الثاني قطة جرامبل أو القط العادف، وصاحبة أشهر تكشيرة في السينما الأمريكية. أما باقي حضرتها فده شقيت عشان تجمع الثروة دي، يعني مليونيرة عصامية بإجمالي ثروة شخصية بلغت 66 مليون دولار. وتعد جرامبل واحدة من أكثر الحيوانات الأليفة ظهورا في السينما الأمريكية. والتكشيرة دي تفهمنا إن الفلوس مش كل حاجة، ممكن تبقي غني ومكشر عادي. في المركز الثالث الكلب توبي لينس. يأتي الكلب توبي ثالثا بثروة ورثها عن رب عائلة إيلا مينجي التي ما تزال تتبناه، ليحصل الآن على قرابة 40 مليون دولار. المركز الرابع هنلاقي فيه القطة بلاكي، ثروته 13 مليون دولار بعد أن تبناه تاجر بريطاني اسمه بين ريل، وكان أغنى قط في العالم حتى 2010 بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية. في المركز الخامس معانا الكلبة ترابي، ثروة التفانيك وزيتنا 10 مليون دولار، ورثتها من ربته المخبرة العقارية الأمريكية ليولا هيلز. آسف إني أقول لكم إن المركز السادس تحتل فرخة اسمها جيجو، وسامحوني لما تعرفوا إن ثروتها 10 ملايين دولار، وهي مملوكة للثري مايلز ماكوين الذي ترك لها هذا المبلغ عام 2000، ومش عارف لسه عايشة لحد دلوقتي ولا لا. نيجي بقية لمحدود الدخل معانا في المركز السابع القطة توماسو، ثروتها 8.5 ملايين جنيه، ورثت ثروتها عن صاحبها قطب العقارات الإيطالي، والتي كانت في شكل حافظة عقارات اشتملت على شقق في مدينة روما وميلان وفيلا في مقاطعة أولغاتا، فضلا عن أراضي في مدينة كالأبريا، بالإضافة إلى العديد من الحسابات المصرفية الأخرى. ثامن واحد القرد تشولمان، ويملك 8 ملايين دولار، ويملكه زوجان هنديان. بقى يغني كده ازاي مش عارف، بس أكيد لا من السيرك ولا حد كان بيسرح بيه فني بينها. تاسعا الكلب كونشيتا، بثروة تقدر ب6.8 ملايين دولار، وقد ورث كونشيتا ثروته عن الأمريكية جي بوسلر بعد وفاتها في عام 2010، ويلقب بالكلب الأكثر تدليلا في العالم. ومعانا إفقر واحد فالقائمة القطة تشوبي، 2.18 مليون دولار بس، وهي مملوكة لمصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاجرفيلد، ولديها خادمة تقوم على رعايتها، وكذلك طائرة خاصة تستقبلها في الرحلات الخارجية. لو عجبك الفيديو لايك لنا مهم الأمر، وشير وكومنت عشان يوصل لأكبر عدد منه.